السلام عليكم أوفياء السبحان، إن شاء الله كامل راكم بخير وفي صحة جيدة. دائما مع النصائح. شوف، النصيحة هذه تاع اليوم للمبتدئ، دائما للمبتدئين. شوف خويا العزيز، نهار تحب تدخل المجال هذا تاع تربية الببغاوات، سواء للكوبلاج أو للتربية أو لبيع وشراء، هادو ما في ثلاثة حلال. كي تكون انت اصلا ديماري بالحلال ما تخافش باذن الله، ربي يبارك لك. واحيانا ربي يبتليك باش يشوفك الا تصبر ولا لا. الا صبرت هاو يجيك العوض الجميل، ولا ما صبرتش انت الخاسر. المهم، شوف خويا العزيز، اياك كي تكون جديد، اياك ان تدي نصيحة او نصائح من عند شخص يكونوا فيه الصفات اللي حنقولهم لك دوكا، اللي هما الحاسد على رأس القائمة، واللي هي التشاؤم، يكون فيه الحاسد والتشاؤم، وبصفة عامة يكون يخاف على رزقه. كما قلنا يكون يخاف انت تفوتو. صح، الحاسد علاش؟ الحاسد ديجا اصلا يعترض على اقسام الله لعباده، يعني ما يرضاش كي ربي يعطي لك زعما الانتاج ولا درت افير هكذا ديت فيها فايده شابه. هو ما يحبش هذه الحاجه، يحب ربي يعطي له غير. وهذه كاينه في مجال التجاره خاصه، ولات كاينه في جميع المجالات. تلقى انسان يتزوج بانسان الاخر يحسدو، خوه يحسدو ماشي حتى براني. وما بالك حاجه اللي فيها دراهم، يعني التجاره. صح، علاش ما تديش من عندهم النصيحه هاد العباد؟ الحاسد مش حيعطيك الرسمي، ومش حيخليك تطلع، و يتمنى تبقى لتحت. هذا هو الحاسد. واغلبيه هادو اللي يجوا فيهم الحاسد، هادو اللي يحسدوا الناس، تلقاهم بخير عليهم. راني نحكي لك عن تجربه، والله يشهد على ما اقول، والله وتالله وبالله. تلقاه لاباس به، عنده ربي عطالو، سواء بالحلال سواء بالحرام هكذا، وتلقاه احيانا في استدراج هو في الحرام، وربي يزيد يبارك له في هذاك الحرام. وإلا شفت انسان في هذا الشيء عرف باللي هذا استدراج هكذا. كما قال ربي سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. تسمى الانسان هدايا اللي غارق في الحرام ويشوف في روحه بالحلال، في الحلال، وربي ويزيد يعطيه، دير في بالك باللي الخاتمه تاعو حتكون لا يعلمها الا الله. المهم، هذه سقسوا اهل العلم، انا مانيش مؤهل باش نفتي، يعني نذكر برك لعل الذكرى تنفع المؤمنين. قلت لك الحاسد ما تشاورو ما تسقسيه. علاش؟ انا قلت لك لانه ماذا به ربي يعطيلو غله، وما يتمنى لكش الخير كاع والو. المتشائم كيف خطيك وانا سيت وما كان والو، راك تعيي روحك باطل يا ودي تفشل. انت الا كنت باطري 100% كي تلحق لعنده يبدا يهضر لك ويبدا يسربي لك كميه معتبره من التشاؤم، تفشل، تولي 2% ولا 1%. واللي يخاف على رزقه هذاك راه باين كيف يتمنى لك الخير، ماشي ما يتمنى لكش الخير. بصح ماذا به الخير هذاك ما يديباسيهش هو، يعني انت الا ربي عطاك لازم هو يخاف انت ديباسيه هكذا. وانا واش راني نحكي لكم، والله غير هاد العباد الصنف هذا كامل تلاقيت به، سواء في بيع وشراء، سواء في انتاج الببغاء، سواء في امر اخر تاع ماشي غير البيروكي، لانه ما عنديش غير البيروكي في حياتي. خاصة الحاسد. وبصفة عامة الحاسد يخرجوا منه هاد العفايس، التشاؤم دا كلش هذه كامل يخاف انت تفوتو هكذا. يقول لك انايا نوري، من بعدك يدوروا عليا، يقول لك انا وريت وداروا عليا وحلفت ما نزيدش نوري. انت ما كنتش دير هذه وجه الله. لو كنت دير هذه وجه الله
لو كان دوك راك مكمل فيها. كامل عندنا ناس درنا فيهم الخير وداروا، وكامل عندنا ناس درنا فيهم الخير وما قروش بهذاك الخير. قال لك حنا اللي تعلمنا وحدنا ما سقسينا حتى واحد. الدنيا هذه هي جايه هكذا، انت ما تقدر تبدلها وانا ما نقدر نبدل. وكان ما كاش هاد الابتلاءات ربي ما يجازيناش، لانه كامل تعرفوا هذا الكلام اللي يخرج من فمي. المسلم احيانا باش يلحق لدرجته في الجنه عند ربي سبحانه ماشي بالصلاه وماشي بالصيام وماشي بالزكاه، بالابتلاءات. يبتليك ربي بهاد العباد، يبتليك بواحد حاسد، يبتليك بواحد كذاب، يبتليك بواحد يديلك دراهمك، يبتليك بواحد منافق، يبتليك بواحد قريب ليك وانت تحير كيفاش يحسدك. وهادو كامل انت تكتشفهم اذا كانت عندك كما نقولوا حنا اذا كنت صح انت تخاف ربي حيعطيك واحد الفراسه تولي تكتشفهم هاد العباد، تولي خلاص تحفظهم بالهضره، تقصر معاه نص ساعه 4 ساعات في قلوب. هذه هي النصيحه اللي حبيت نعطيها لكم، خاصه الناس المبتدئه. من جميع انسان حابب يدخل هذا المجال. انا ماريو باسمي نرحب بك، نقول لك مرحبا بك بالحلال بيان سور. اتوكل على الله، ما تعجزش. المتشائمين ماشي ما تدورش بهم، ماشي ما تقسيهمش ولا ما تهضرش معاهم، ما تدورش بهم كاع. سي هكا صحه الا جات معامله باش يشروا عليك بيع لهم عادي بالسومه اللي تساعدك انت. بصح الا باش ديرهم صحاب، باش دير انسان حساد ومتشائم كذا صاحبك، دير في بالك راك ماشي تقعد تباطيني، ما ديماريش اصلا. الا ديماريت راك تبقى تباطيني في بلاصتك. انا قلت لك لانه علاش يحسدك يحفر لك، والانسان الحساد يجي منه كلش. لانه لو كان نجو نشوفوا ونروحوا بعيد ونخرجوا من المجال تاع الببغاوات وندخلوا في عده مجالات، نلقاو سببها الحاسد. السحر بسبب الحاسد، القتيلة بسبب الحاسد، الورث بسبب الحاسد. انتم على بالكم وانا على بالي، والحمد لله اللي كما نقولوا حنايا هاد الامور ربنا بينهم لي وانا صغير هكذا، باش كي تكبر وتتلاقى بهم تولي يولوا يبانوا لك شغل ضحكه، شغل جياحه. ربي يلاقينا غير مع الناس اللي تخافوا، وربي يرزقنا الحلال ويبارك لنا فيه. وانا قلت لك من جميع انسان وناوي يدخل في هذا المجال ولا ناوي يكوبلي في هذا المجال باش ينتج من هذا الفيديو، نقول لك خويا العزيز توكل على الله. ومادام ماريو حي النصائح باذن الله ما يحبسوش. دعونا برك ربي يخلي لنا الصحه ويبقى علينا الستر ويبعد علينا اصحاب ذو الوجهين واصحاب القلوب المريضه، ويقدرنا على الحقارين اللي شايفين روحهم بدرهمهم ولا بالاخر تاعهم يقدروا يشروا او يقدروا يسيطروا على الرجال. هي حاشا ما يقدروش يسيطروا على الرجال اللي عندهم مبادئ، يسيطروا على المراخص اللي كيما هما، اللي الناس اللي جامي شافت يخلعوا شغل بور لا بريمير فوا يشوفوا انسان هكذا عنده كذا هو القدوه، يرجعوا شغل هو القدوه. المهم قلت لكم مادام ماريو هو مازالوا حي ان شاء الله النصائح ما يحبسوش باذن الله. والناس اللي حابه تتعلم مرحبا بها، تبعت لي في الواتساب. ما نقدرش نعلمك انا كلش في نهار واحد خويا العزيز باش تفهموني ملاح، وما نقدرش غير تبعت لي ميساج نجاوبك في هذيك الدقيقه ولا. المهم انا نجاوبك باذن الله، نشوف الميساج تاعك نجاوبك، نلقى لابيل تاعك نسيم بيبي لك ولا نعاود لك اذا كانوا عندي لي زينيتي. انتاج تاع البابا ماهيش حاجه صعيبه وماهيش حاجه سهله، لازم تمر تقوم بواحد الاسباب، ومن بعدك ربي يعطيك على حساب قلبك هكذا. لانه الانتاج والتجاره هذه على حساب قلب الانسان وعلى حساب الصفات تاع الانسان. والله يشهد على ما اقول، وشفتها انا شفتها بعيني. شفت الناس قدم في المجال تاع من قلبهم كحل وما يتمناولكش الخير، والله غير الى يومنا هذا ربي مازال ما عطالهمش فرخ تاع كابون ولو وبالك البيض وي، بصح الفروخه والو، فروخه بلا باك باسمه هكذا مازال. علاش؟ لانه قلبه مريض، ما يتمناش الخير كيما يتمناه الناس، كيما يتمناه لنفسه. كاين بزاف امور بلا ما نذكروهم. الانتاج هذا اللي قلت والله غير على حساب قلبك انت وعلى حساب نيتك.
كاين لي ناس اقسم بالله بلا مكملات ربي عطالها. علاش؟ باش قلبو مليح، تهضر معاه تفيق باللي قلبو مليح، يتمنى الخير، يقول لك انا والله يا خو جبت منا درتهم مع بعض حتى لقيت البيض، ومن بعد بديت نسقسي وكذا وكذا جابوا نتيجه ما شاء الله. وكي يتلاقى بك هذا ثاني هو مسكين تلقى الخبرات تاعك اكثر منه، بصح يعطيك واحد الامور سبحان الله انت ما تكونش اصلا دايرهم في الحساب. دائما نقولها، العلم وحده ما يكفيش، والخبره وحدها ما تكفيش، والتجربه وحدها ما تكفيش. هاد الثلاثه يمشوا مع بعض، حبه من حبه وكرهه من كره. هاد الثلاثه يمشوا مع بعض، العلم والخبره والتجربه يمشوا مع بعض. تنقص وحده فيهم سلام عليكم، تنقص وحده فيهم ما تقدرش تنصح الناس، تحب ولا تكره. من جميع انسان وينصح في هذا المجال من قلب، نقولوا ربي يقدرك وربي يوفقك. راك تلقى صعوبات، راك تلاقى بعباد كانوا يديروا روحهم يحبوك ويشتوك وكذا، من بعدك كي تولي تنصح يولوا يكرهوك، يولوا يحفروا لك، يولوا يديروا لك امور انت تبقى حاير. انت كملها لوجه الله، الا بديتها لوجه الله راك تكملها لوجه الله. وقضيه واسمو قضيه يهضروا فيك هذيك غير سناها، لانه انت ما راكش خير من النبي عليه الصلاه والسلام، وانا ما رانيش خير من النبي عليه الصلاه والسلام، باش ما يهضروش فيا ولا باش ما يهضروش فيك انت. ارضاء الناس غاية لا تدرك. ومن جميع انسان كان ينصح في هذا المجال وداروا له هده، يعني نكروا الخير تاعو ولا ما ينصحش. من هذا الفيديو خوك ماريو العبد الضعيف اللي عند ربي كامل سواسية، انا نقول لك ولي تنصح الناس، بصح دير هذه وجه الله. تجيك ضربه من عند شخص ما تكونش تستناها منه، كمل لوجه الله. يجوك صعوبات، كمل لوجه الله. يطيحوا لك مشاكل، انصح لوجه الله. حط نصيحه في هذا المجال، وشنو من قلبك، ما تخبيهاش. مشي تمدها غلطه ولا تمدها نص ولا تمدها كذا، لانه تقدر تخدع الناس، صح ربي ما تقدرش تخدعه. هذا والله اعلم. ان اصبت فمن عند الله، واخطات فمن نفسي. اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.